سكرات الموت. وقد وصف لنا عمرو بن العاص ما هو الموت بعدما مات. رآه ابنه عبد الله في المنام فقال له: يا أبتي، لقد كنت تتمنى وأنت حي تتمنى أحد وصف لي الموت. قال عمرو: يا عبد الله، رأيتني في سكرات الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأني عصفور على مقلاة زيت، عصفور على مقلاة زيت. أرأيتم الزيت الذي يوضع على النار ليقلى به الأشياء؟ عمرو يقول: كأني عصفور على زيت يغلي، لا هو يطير فأستريح ولا هو يموت فأستريح. هذا هو الموت، والموت كاس وكل الناس شاربه. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن عثروا عثرة فالرب غفار.